عايز انت الباسورد بتاعك ضاع بتاع الفيسبوك مثلا، عايز ترجعه، عايز ترجع الاكونت. لو هندي مثال هقول لك فيسبوك دوت كوم مثلا، هي مثلا بيبعت في مم. الشكل ده وبيحط هنا توكن صح كده اوكي. مثلا. فلما تفتح اللينك ده من الايميل بيفتح لك على صفحه تغير فيها الايه، البيانات بتاعتك. لو انا بطريقه ما رحت عامل مغير الدومين ده، خليته مثلا فليكس، هيحصل ايه؟ التوكن مش هيروح لفيسبوك، هيتبعت لمين؟ لفليك، نتفليكس. الاكونت بتاع الدومين بتاعنا. فاقدر اعمل ايه ساعتها؟ اقدر اخد التوكن ده انا بقى واروح حاطه عند فيسبوك، فاهم؟ مم. فبدل ما يفتح للشخص ده، بدل ما يفتح له هو التوكن، بدل ما يفتح له يعني الصفحه بتاعت التوكنز، لا هو هيبعتها لي انا بقى، اقوم جاي واخده من اللوجز عندي او ايا يكن بالطريقه اللي عايز اخدها بيها، واروح حاطه انا عند فيسبوك، فقام جاي فاتح لي ايه؟ صفحه الباسورد اللي بتريسيت باسورد، اللي بتغير الباسورد بتاعت الايه الشخص التاني. مم. اولا بيعمل ايه؟ بتعمل. طب دلوقتي احنا فكرنا في الايه، في الاتاك بيحصل ازاي. طب انا بقى لو انا اتاكر، انا فليكس بقى، عايز اسرق الايميل بتاع مين؟ بتاعك انت يا هاني مثلا، فاهم؟ هعمل مم. ايه؟ هروح عامل فورجيت باسورد، هروح عند الفورجيت باسورد فانكشن بتاعت فيسبوك، ماشي؟ هبعت الريكوست بتاعها، بس همسكه بالايه، بالبرب زي ما بنعمل في البرب هنا عادي، هنطلعه من البرب، تمام؟ طبعا انت بتبعت الايميل، بتحط الايميل بتاع الراجل ده، مش كده؟ تحط مم. اسف ايميل بايميلك انت مثلا. فانت تيجي في تيجي بقى انت في الريكوست، بدل ما تحط ايميلك هتقوم جاي، او من الصفحه نفسها هتحط ايميل الشخص اللي انت عايز تسرقه، تمام؟ وتعمل ايه؟ طبعا انت فاكر ان احنا قلنا قبل كده عن حاجه اسمها الهوست. الهوست اللي احنا قلنا عليه ده اللي هو بتاع الدومين، اللي بيحط اسف بيحط جواه الدومين. هنتخيل ان ده الريكوست اللي بيبعت لنا اللينك اللي هنحط عليه اسف اللي هيغير لنا الباسورد، ماشي؟ دلوقتي انا هعمل ايه؟ هنغير الدومين ده، هنغير الايه، الهوست هيدر. الهوست هيدر ده هنغير الفاليو بتاعته. ممكن تغيرها دايركت، هتحط مثلا بدل كلمه فيسبوك دوت كوم تقوم جاي حاطط فيها ايه، كلمه فليكس دوت كوم مثلا، الدومين اللي اسمه فليكس دوت كوم. او ممكن نستخدم حاجه تانية، او هيدر تاني اسمه اكس فوروردد. بص في عندك اكس فوروردد 4، وعندك اكس فوروردد هوست، بس تقريبا معظم الوقت بيستخدموا الهوست ده. وبتحط جواه فاليو مثلا وليكن هو الاسم بتاعك، اسم الدومين فليكس دوت كوم. اللي بيحصل هنا ايه؟ ان الويب سايت هنا بيكون عنده زي ما نقول كده ميس كونفيجريشن، ان هو عشان يجنريت التوكن بتاعك اللي بياخد عليه يعني بيبعت لك عليه اللينك، يعني بيبعته لك على الايميل، وليكن احنا مثلا هنسميه توكن كده. بيعمل ايه بقى هنا يا اسطى؟ بيقوم جاي واخد ال الداتا بتاعته او اسم الدومين من الريكوست، يا اما ياخده من الهوست ده، يا اما بياخده من اللي احنا لسه ماسحينه اللي هو اسمه اكس فوروردد هوست، وبيضيفه هنا، تمام كده؟ تمام. بيضيفه هنا ويبعت لك الايميل. فطبعا هنا بيحصل بقى المشكله. طب ده ممكن يؤدي لايه بقى يا هاني؟ لحاجه اسمها اكونت تيك اوفر، زي ما اتكلمنا عنها قبل كده في السي اس ار اف. اكونت تيك اوفر دي اللي هي اي فولنربيلتي تقدر تخليك تسرق الاكونت بتاع اليوزر ده، فدي يعتبر اكونت تيك اوفر، تمام؟ دي اوكي. ده اسمها اللي هو انت بتيك اوفر او بتسرق الاكونت بتاع الفيكتيم او اليوزر ده، تمام كده الحته دي؟ طب هتقولي دي موجوده، هقول لك المشكله ان هي موجوده مع انها حركه غبيه جدا. طب انا ليه اخد اصلا الداتا من الريكوست وانا اوريدي عارف الدومين بتاعي، فاهم؟ فيعني افكار زي دي بتبقى ممكن تحسها غبيه شويه ان الديفلوبر يعملها، بس بتبقى موجوده. لو جربت تشوف على هاكر وان هتلاقيها منتشره جدا، فاهم ازاي؟ هي طبعا اللابات بتاعتها هتلاقيها قليله، لان زي ما قلت لك يعني شبه ناس مش يعني حاسين انها غبيه، فاهم؟ فبيعملوهاش لابات كتير، وفكرتها مش صعبه قوي. بس تقريبا فورس واجر عاملين عليها كام لاب او اتنين حاجه زي كده. الموضوع مش هتلاقيه معقد خالص في انك تبعت الريكوست، هي بس ممكن تلاقي التركية في انت هتحط الدومين هنا فين، يعني هتحطه في الهوست ولا في هيدر، في الهوست هيدر يعني، ولا في هيدر مختلف، فاهم؟ هي دي بس الفكره بتاعتها. فالاتاك مش صعب قوي، بس لو لقيته بيبقى معاك اكونت تيك اوفر، فاهم؟ حاجه كده هاي امباكت يعني. طبعا بعد ما بتغير الدومين زي ما واضح هنا، اللينك بيتبعت للفيكتيم نفسه، بيتبعت له لينك ريكوست بلينك. طبعا هو مجرد ما هيفتح اللينك ده اللي هو جاي من الموقع اللي هو واثق فيه يعني، مم. آه، اول ما هيفتح اللينك التوكن هيتبعت على الدومين بتاعك انت، فتقدر انت بقى ساعتها تقدر تخش وتاخد التوكن ده، وتروح انت على الموقع الاصلي تحط التوكن ويخليك تغير الباسورد.